الجنبية زينة الرجل اليمني في اليمن السعيد. للحديث عن الجنبية وما يتعلق بها ينضم إلينا هنا في الاستوديو محمد القاضي، صحفي في شبكة الجزيرة. أهلا وسهلا محمد. أهلا مرحبا. أنا صباح الخير. صباح النور. محمد، أنت لست صحفيا اليوم، أنت يمني بامتياز، مواطن يمني. طيب، حدثنا عن الجنبية، ما الذي تعنيه بالنسبة لي؟ ذكرت أسمع أنها زينة الرجل اليمني. نعم. هل هي كذلك؟ نعم بالفعل، الجنبية هي جزء من شخصية الإنسان اليمني، وهي تراث ضارب في القدم يعني بالنسبة لليمن. الجنبية ضرورة من الضروريات بالنسبة لزينة الرجل في اليمن. الجنبية تورث ويفتخر بها في اليمن. الجنبية لها مسميات كثيرة ومتعددة. الجنبية يحرص الأب في اليمن على أنه من ضمن الأشياء الأساسية التي يشتريها لأولاده الجنبية. مجرد ما يكبر الولد، يعني يصل إلى 7 سنوات 8 سنوات ومن ثم خلاص يبدأ الوالد يفكر في شراء جنبية لابنه تتناسب مع مكانته الاجتماعية على حسب. فلذلك تجد الإنسان اليمني يلبس هذه الجنبية منذ الصباح حتى يخلد إلى النوم وهو لابس لجنبيته طالما وهو في الشارع. هل لها دلالة معينة غير الزينة ووجودها على خصر الرجل وبشكلها الجميل؟ هل لها دلالات أخرى؟ هي في البداية كسلاح، ومن ثم تطورت إلى دفاع عن الناس؟ لها بالتأكيد يعني كتاريخ. في البداية كسلاح كخنجر، تطور هذا وسميت جنبية لأنها تلبس في حسب كثير من الروايات بأنها تلبس في جانب الشخص في الجنب، يعني فسميت جنبية. وكذلك تستخدم أثناء الأفراح عندما في الرقص الشعبي، عندما تجد الجنبية برشاقة عجيبة في يد شخص ما وهي تطير في الهواء يعني بيده، لها دلالة غير عادية. فمجرد ما تقرع الطبول ويبدأ الرقص الشعبي الكل يستل خنجرة ويدخل ميدان الرقص الشعبي، ومن هنا يعني تكتسب أهمية. كذلك في الفعاليات الاجتماعية المختلفة سواء في الأفراح أو في الأتراح، هي جزء من تركيبة الشخص. لا يستطيع أن يحضر مثل هذه الأفراح الاجتماعية إلا وهو يرتدي هذه الجنبية. هل نحن نتكلم فقط في داخل حدود اليمن السعيد أو في خارجه أيضا؟ هو الخنجر يعني بشكل عام يلبس في سلطنة عمان، كذلك في جنوب المملكة العربية السعودية، لكن في اليمن يعني عرفت باسم الجنبية، وهي تختلف من منطقة إلى أخرى. في المناطق الجبلية تلبس مثل هذا النوع من الجنابي. في مناطق حضرموت هناك أنواع مختلفة وتسمى بالجنبية الحضرمية، وهي جنبية شهيرة على حسب اسم المنطقة. طيب أنت أشرت قبل قليل محمد إلى أنها تختلف باختلاف المكانة الاجتماعية. أنت تلبس هنا جنبية جلدية، هذه أرى أنها معدنية فضة. هي تطورت، يعني هذه تلبس مثلا يلبسها فئة من أبناء المجتمع وتسمى بالتوزة. هذه هي جنبية فئة العلماء والقضاة، يعني غالبا ما يلبسها فئة العلماء والقضاة وتلبس محظوظ أنت عالم. لكن يغلب على كانت تصنع في القدم، هذه نوع قديم وتصنع في القدم بالنسبة للغلاف الجنبية هذا أو الغمد، كان يصنع من النحاس ويصنع من الفضة، فيما الغالب هذه الأيام أنه يصنع من الخشب. قيمة الجنبية تكمن في رأسها، يعني رأس الجنبية يتكون من رأس الجنبية أو فضة. يختلف. هناك الرأس الصيفاني وهو الأغلى على الإطلاق، ويسمى صيفاني لأنه يزداد صفاء ونقاوة مع الأيام، يعني مجرد يعني مع استخدامه المستمر وحركة اليدين عليه بهذا الشكل يصبح أملس ويزداد صفاء من وقت لآخر. فلذلك كل ما قدمت الجنبية كل ما كان سعرها أغلى. هناك من الجنابي برؤوسها الصيفانية وهي تصنع من قرن وحيد القرن من غابات أفريقيا، إلا أنه مع تدخل الأمم المتحدة ومنع اصطياد وحيد القرن ارتفعت أسعار الجنبية بشكل كبير، لأنه لا يورد من قرن وحيد القرن. في نوعيات أخرى تصنع من العاج، وفي نوعيات أخرى تصنع من الفيبر، وفي نوعيات أخرى تصنع هذا الرأس من الخشب، وفي نوعيات أخرى تسمى بالجنبية
الجنبية الرأس الأسعدي نسبة إلى الأسعد الكامل الحاكم الذي حكم الحميري، وهي تتكون إذا كانت مصنوعة من وحيد القرن تجهز بشكل يدوي من حرفي يعني يمتهن هذه الحرفة، ومن ثم يجهزها بشكل، ومن ثم يعود ليزخرفها، يضع فيها الذهب الحميري. هذا يفترض أن يكون ذهبا حميريا خالصا. الذهب هل تدخل بها بصناعتها الأحجار الكريمة، الفضة؟ متاح كله، يعني بإمكانك أن تضع مكان الزينة هذه فضة، أو أن تضع هنا ذهبا. يعني ذهب هو الغالب على أنه ذهب، هذا ذهب حميري يكون عبارة عن زهرات ذهب حميري، وهذا يسمى مبسم. ممكن يعني هذا الذي هنا يسمى مبسم. هذا طيب انا لن اشهر الخنجر في وجه، لا في وجهك ولا وجه المشاهدين، لكن فقط من باب الاكتشاف ما بداخل هذا الغمد. هذا الغمد، وهذا الغمد، وهذا هو الخنجر. لاحظوا انه كيف ان شكله محدد. هي بالنسبه هذه تسمى النصله، القطعه الحديديه الخنجر. هي يعني هذه تصنع من الحديد، او قد تصنع من اشياء مقاربه لها، لكنها في الغالب القيمه تكمن في راس الجنبيه. اذا القيمه، نتحدث عن القيمه. سمعنا محمد عن ارقام خياليه وفلكيه لهذه الخناجر في اليمن. سمعنا عن مليون، رقم مليون دولار. هناك جنابي، هناك نوع من انواع او محدوده للغايه وصل قيمه احدى هذه الجنابي الى مليون دولار حسب يعني هي تعرض. لماذا؟ هناك متخصص يضع سعرها. هذه الجنبيه مشهوره توارثتها الاجيال، ضاربه في القدم، أو يعني لها مميزات. هي تكمن قيمتها في رأسها، نوعية الرأس والذهب والزخرف المطروح عليه، وكذلك مدى تصميمها مع القطعة الحديدية، مدى الذوق الذي استطاع أن يخرجها بشكل متناسق. فلذلك كذلك هي قد تكون جنبية شخص ما، يعني نسبة إلى شخص ما حكم اليمن أنا لن أذكر شخص. عندما تعود إلى التاريخ إذا يزيد سعر الجنبية، ولكن عند إخراج مراد لهذا الخنجر أو الجنبية البعض يقول صحيح، البعض يقول لا يجب إعادتها في بعض القضاء نسبة إلى الثأر أو أمور تتعلق بهذا. إخراج الجنبية يظل هنا من العيب أنك تخرج جنبيتك، لأنه إذا أخرجت جنبيتك خلاص يعني تحدث مشكلة وتحكيم. يعني مجرد ما تشهر جنبيتك في بعض المناطق، مجرد إذا كنت تتشاجر مع شخص، مجرد ما تشهر جنبيتك هكذا تحتاج إلى أن تحكم هذا الشخص. الجنبية كذلك من استخداماتها أنها أثناء المشاكل تضع كتحكيم، يسمى في اليمن عدالة. يعني عندما يحدث مع مراد مشكلة خلاف آتي إليك هو يضع خنجره وأنا أضع خنجري وأنت تحكمين، ومن ثم حكمك صادر بضمان هذا الخنجر الذي وضعناه. ثم إعادته إلى غمده، يعاد بعد أن تسلم أجر الحكم هذا، وبعد أن ينفذ الحكم بشكل كامل. هي ثقافة، هي أكبر من دلالة أو زينة، ثقافة وقيم. هذه القيم وهذه المعلومات التي أشرت إليها قبل قليل، هل هي معروفة لدى كل اليمنيين؟ بالتأكيد. كذلك هي يحفظ فيها الأموال كذلك، يعني يشتريها الشخص لا تظل في البيت في المنزل، يعني لكنها تحفظ مخزن قيمة يعني موجودة. المحل الذهب تجدها، وكذلك للفخر والتفاخر بأنه جنبية فلان. هي تختلف. كذلك هذه الجنبية قد تعرضك للقتل، قد يتربص بك اللصوص في منطقة ما ويقتلوك في غرض أخذ جنبيتك، لأنها قد تكون إذا كانت ثمينة. عندما تصل جنبية إلى 100,000 دولار، إلى مليون دولار، إلى مبالغ متفاوتة، يجب وضعها في الخزانة وإحكامها بقوة. إذا محمد القاضي الصحفي في شبكة الجزيرة، شكرا جزيلا لك على تعريفنا على الجنبية، وأيضا نتوجه بالتحية لكل مشاهدينا في اليمن. شكرا محمد، وشكرا لكل هذه المعلومات التي سقتها لنا، وتحية بالفعل لليمن، كل أهلنا في اليمن السعيد.
إذا مشاهدينا من عالم الجنبيات وعالم الثقافة اليمنية نصل إلى نهاية ساعتنا الثانية من جزيرة هذا الصباح، لكن قبل أن نفترق هذه صور مختلفة من أنحاء العالم.